ابتكارات، نقاش حول أحدث وأهم اختراعات وابتكارات الباحثين الجزائريين. ابتكارات تأتيكم كل أمسية ثلاثاء من إعداد وتقديم أحمد بن عبيد. أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصة ابتكارات. ابتكارات لنهار اليوم تستضيف المخترع الشاب طلبي بلال الذي جاءنا من مدينة برج بوعريريج بمشروع ابتكاري في مجال المحروقات. هو عبارة عن بئر مصغر بيداغوجي لحساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية. تحصل على براءة الاختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لينابي سنة 2013. مساء الخير بلال. مساء الخير الأخ العبيدي، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. أولا بلال، أعطينا فكرة عن هذا الاختراع اللي هو عبارة عن بئر مصغر بيداغوجي لحساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية بمفاهيم مبسطة للمستمع الكريم. وضح لنا هذه الفكرة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاختراع عبارة عن بئر مصغرة لحساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية، وهي عبارة عن أداة بيداغوجية أيضا للطلبة تخصص محروقات. هي فكرة المشروع جاءت لما كنت طالب جامعي في جامعة قصدي مرباح ورقلة سنة ثانية تخصص إنتاج. لما أقدمت على وضع مجسد صغير لبئر، يعني درت انسينادر دو بوي، درت لي فان متراج سوبيريور انفيريور ولاتياس دو بوي، هذا مكان مع الأول. بعدها كان وعد المعرض نظمه رئيس الجامعة بروفيسور أحمد بوطرفية. قلت يعني تكون ممكن أول مدخل تكون عندي أوكازيون نوريها لرئيس الجامعة، ممكن نلقى فيها دعمه. شاركت في المعرض هذاك، حطيت في المعرض، شافوا رئيس الجامعة عجبوا، قال لي البير هذا وقتها تنوضوا، وقتها جبنا البير هذه تمشي، كنتش نشوفوها على أرض الواقع. وقتها نشوفوها على أرض الواقع. ثم أنا خممت كيفاه نكري انرجي ارتيفيسيال لبوي هذه باش يوليك شغل انرجي بروبر لبوي هذه، باش نخرج لو بريت من لو فون دو بوي حتى لا سيرفاس. وليت كريت له ان سيركوي دانجيكسيون تاعو، لي موين كونترول تاعو، لي لومب لي ديتيكتور اكسيتيرا. وبديت يعني رسمته، حطيته على مخططات على الورق يعني وذيك. وبعد قدمت درت ديبو في المعهد الجزائري للملكية الصناعية، سجلوه لي في سنة 2012. بعد عام كما ما هو معروف صدرت براءة الاختراع يعني في 2013. والفكرة يعني أصلها كيفاه يعني نشأت فيها، كيفاه نشأت كنت في الموديل تاع إيكوبمون دو برودكسيون عند رئيس قسم المحروقات اللي كان يقرينا في الشيخ غربي، كان يقرينا في الموديل هذا. لاحظت أنه الطلبة يعني باش يفهموا حاجة تطبيقية والله يشوفوها على أرض الواقع صعيبة. بهذوك اللي مثلا لي زيتيديون في جامعة قصدي مرباع باش ينتقلوا لآبار النفط الحاسي مسعود 80 كيلو، الريسك تاع طريق كي يلحقوا ثم الشركات دوكا سيرتو الأجنبية مش متحمسة باش تستقبل يعني للطلبة وهذاك، باسكو الريسك ولاتين يعني بلا برودكسيون تاع البترول وهذاك. والله الطلبة مثلا في بومرداس باش يروحوا يشوفوا يعني على أرض الواقع بئر كيف تبرودويزي اكسيتيرا، هاك على بالك يعني باش يديبلاسيو. انا خممت ندير لهم ان بوي في يدو، يعني ان اوتي دو طرافاي في يدو يشوفها في المخبر تاعو والله في الورشه في الجامعه. المواد اللي استعملتها في هذا الاختراع، المواد اللي استعملتها في هذا الاختراع هي اكل تخدم تحت ضغط 10 بار. وذيك راك تشوف درت ان نموذج ان بروتوتيب يعني من مبادره من عندي وهذاك باش نبين بلي الفكره انها تقدر تتجسد على ارض الواقع. على ارض الواقع يعني ما كاش حاجه مستحيله. الفكره تاعك الاوليه انه تطبق مشروع يخدم الطلبه من الجانب البيداغوجي. فوالا، الجانب البيداغوجي والجانب التقني ايضا.
لا خاطرش دوك كي تقول الجانب البيداغوجي دوكا يسمى تقول تابير برك هاي تبرودويزي فكاين لهنا لي زوتي سيرفاس تحت الارضيه وفوق الارضيه وبعد يجي لي زيل من بعدها. نعم. سيباراسيون هاك على بالك. بصح كاينين دي زيكيبمون دوكا اللي راهم يستعملوهم سير لو شون الطلبه ثاني ما يشوفوهمش نتاع هما نتاع لي زانترفونسيون نتاع وين يحسبوا لي بارامتر فيزيك يعني يجيبوا دي زاباراي سير لو شون ثاني يحسبوا الخصائص الفيزيائيه. كان حبيت انا طالب يشوف حاجه يعني عنده ثم في الجامعه وسط الجامعه وبلا ما يروح ثم ويكون يسمى هذا ان موان يسمى يديفلوبي القدرات تاع الطالب. دوكا الطالب كي يعيش عنده بيداغوجيا مصغره ويشوف حساب الخصائص الفيزيائيه يعني بالطريقه نتاعي على حساب البئر هذه الغدوه ويتمكن منها مليح وبوقت صغير الغدوه كي يروح يعيش عامل على الحقل راح يكون عنده الجانب التطبيقي حيشوفوا داخل الجامعه داخل المخبره من خلال هذا الاختيار. فوالا راح يشوف الجانب التطبيقي في السير على ارض الواقع يعني في المخبر. هذا جانب. الجانب الاخر الجانب الاقتصادي للاختراع. الجانب الاقتصادي للاختراع يعني هو دوكا يعني في بدايه الفكره وفي بدايه نعم. المشروع راح نركز على يعني تكوين الطالب مليح علميا وتقنيا. نعم. البعد هي دوكا نركز على الجانب البيداغوجي وبعد الخصائص الفيزيائيه هذه تجي من بعدها. يعني على بالك واقع الاختراع في الجزائر دوكا تروح تونجاجي على شركه مثلا سوناتراك ولا شركه تقول لهم انا جبت اختراع وانا ندخل ننافس هذا مستحيل يعني سيرتو نعم. على بالك. نعم. هذا الواقع. نعم. دونك يسمى راح ندرجتها آلة بيداغوجيه كما راك تشوف فيها يعني مع في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي شق البحث العلمي درجوه يعني الوكاله الوطنيه لتثمين فوالا لونفرودات. نعم. فوالا سجلوه بروجي دو شيرشور انديبوندون يعني الفكره مرحب بها. دوكا انا نجيب بشويه دوكا بور لو مومون عندي ان بيرميامتر جهاز نفاذي راه مدمج في داخل البئر يعني في نفسه هذه مقبوله وبعدها راح نجيب شويه بالتدريج. الفكره مش عن النجاح هذا ضربه واحده مش عن نقنع. من خلال النموذج بروتوتيب هل خديت الجانب الاقتصادي؟ هل عملت على الجانب الاقتصادي ايضا؟ الجانب الاقتصادي هاو يريدويزي لي موان دو ترونسبور الحاجه الاولى. نعم. الحاجه الثانيه الجانب الاقتصادي يعني نظره بعيده تولي هذو لي زوتي اللي راهم يستعملوهم سور لو شون يولي ممكن يعني نستغنوا عليهم نستعملوهم في البئر. البئر هي في ذاتها تحسب بالخصائص الفيزيائيه تعطي ان بريفيزيون يعني نظره مستقبليه للبئر هذا اللي راح نجبدوه. شغل العمليه عكسيه انا درتها انا نجيب لاروش نحطها في البويك شغل راه بوي اكزيستي ديجا ونستنتج منها الخصائص نتاع الصخره البتروليه هذه ومثلا حوايج اخرى اللي تيزتو برودكتيفيتي مثلا نتاع البير هذا الفونكسيون نتاع البير هذا لي زيكيبمون بعد اللي راح نولي لازم نحطهم في البير هذا تعديل يكون يعني مسبق نظره مسبقه كيف راح نكيبي البير هذا او ميم طون نظره كيفاه نعدل اون سي جامي يكون لو كا تاع اون بان صابلاج تاع الوسمو كيف راح هذا. نعم. بلال طالبي نال شهادة مهندس تطبيقي للأشغال العمومية بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالقبة وتحصل على شهادة جامعية للدراسات التطبيقية محروقات وكيمياء تخصص إنتاج بجامعة قصدي مربح بورقلة. هو مثال الطالب الذي تميز وصنع لنفسه مكانة وسط أكبر الباحثين والمخترعين. بلال ما هو دور التكوين الذي حصلته في كل من الجزائر العاصمة وورقلة؟ التكوين يعني اللي حصلته في الجزائر العاصمة هي يعني مهندس تطبيق اشغال عموميه يعني لي موديل اللي قريتهم تكوين يعني عدد لي موديل يعني تشوف تلقى روحك درت موسوعه علميه دي موديل في الاشغال العموميه ودي موديل يعني يقاربوا وممكن كان دي موديل مشتركه مع الاشغال العموميه ومع المحروقات مثلا الهيدروليك يعني سيرتو في المبادئ الاوليه وهذيك تلقى روحك ديجا عندك ثقافه كبيره. تحدث لي عن المرافقة البيداغوجية في جامعة قصدي مربح بورقلة. المرافقة البيداغوجية يعني ملي جاتني الفكرة وانا طالب جامعي الشيخ رئيس قسم المحروقات عجبته بزاف. نعم. هو اللي زاد كورجيني هكذاك وبعد الاتصال مع البروفيسور احمد بوطرفيه رئيس الجامعة يعني اللي رحب بيا وثمن يعني المجهودات تاعي مازلت كطالب جامعي
ثمنها يعني امن وخلصها. بالفكره، امن بالقدرات تاعك. امن بالقدرات تاعي، انها مش غير عباره عن الورق. والله خرجت انا النموذج. وصنعوا منك جامعه قاسم رباح، صنعت منك من الشاب الطالب، صنعت منك مخترع. صنعت مني مخترع. نعم. بلال معنا في اتصال هاتفي رئيس جامعه ورقله قاسم رباح الدكتور احمد بوطرفايه. مساء الخير استاذ. مساء النور، مساء النور، صباح الخير. وش راك استاذنا؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. معنا في الحصه حصه ابتكارات بلال طالبي. مرحبا به، هذا طالب قديم بجامعه ورقله. نعم، قمتم بمرافقته وصنعتوا منه من طالب الى مخترع. هذه عجبتني الكلمه هذه، صنعته منه، وهذا هو الدور تاعنا سيدي. نعم استاذ. وحنا هذا هو الدور تاعنا الاساسي في ترقيه الطالب، وخاصه اعطائه كل الوسائل للنجاح. نعم أستاذ، من طالب جامعي في تخصص إنتاج محروقات كيمياء إلى مخترع، اخترع آلة لبئر مصغر بيداغوجي لحساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية. كلمة عن هذا الطالب الذي تفوق وتميز عن باقي الطلبة وأصبح مخترعا ونال براءة الاختراع سنة 2013 من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لنابي. شوف، هذا أولا طالب بلال هو إنسان طالب أولا متفوق وطالب ناجح وذو أخلاق حسنة، وكذلك هو ناشط ولما رأيت فيه كل الخصائص للنجاح أعطينا له كل الوسائل باش ينجز الاختراع تاعو. ويعني كل إدارة الجامعة رافقته حتى نهاية هذا الاختراع، فهو يستحق هذا الاختراع. كذلك أنه منذ سنوات يعني هو ناشط، كذلك يعني كان عنده هو طالب يعني في متحصل على شهادة الجامعية قصيرة المدة يعني هذا الطالب هذا. وشوف يعني لما تعطي طالب كل الفرص وتخليه باش يبدع ويبتكر، لأن الأساس الجامعة هو الابتكار. وأنا نقول باللي الأستاذ طالب بلال طالبي هو في الحقيقة كان مثال للطالب، ولا بد على الطلبة الجزائريين أن ينهجوا نهج طالبي بلال، لأن يعني كان مثال للطالب النجيب والمبدع، وهذا ما تفتقر إليه جامعاتنا من النوع من الطلبة، من هذا النوع من الطلبة. نعم أستاذ، لكن الطالب أو المخترع الآن أصبح مخترع بعد ما كان طالب، أشاد بدوركم في مرافقته بيداغوجيا، أشاد بالدور الفعال اللي قمتوا به أستاذ. لا هذا العملي أخي، وأنا في خدمة بناتي وابنائي الطلبة، ونحن نوفر لهم ظروف النجاح. يعني هذا هو الهدف تاعنا، يعني ما عندناش هدف آخر. يعني هذا هو اللي تمنا. في بداية الحصة أستاذ الكريم قال لي الأستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية آمن بالفكرة تاعي وآمن بالاختراع تاعي. أنا كمسؤول آمن بكل الأفكار التي تأتيني، سواء من أساتذة سواء من طلبة، آمن بها وأمشي معها، وأتمنى أنها طالب بلال لم يخيب ظني فيه، وأنا فخور جدا به. وجامعة قاسم رباح فخورة بهذا الطالب النجيب، لأنه أولا وفي كل مرة يذكر جامعة قاسم رباح ويذكرني، وأنا يعني سمة الوفاء فهي سمة من سمات الرجال اللي إن شاء الله اللي ينجحوا، وهذا هو النجاح. وأنا أقول له دائما حتى عن بعيد، أنا نقول له بلي جامعة قاسم رباح دائما في مساعدتها لك، ونحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل اختراعات أخرى، وجامعة ورقلة إن شاء الله تكون حاضنة لأفكار أخرى يجسدوها في الميدان إن شاء الله. شكرا لك دكتور أحمد بوطرفاوي على هذا التدخل. شكرا ربي لك. يخليك، بارك الله فيك. شكرا وسلم لي على الطالب صراحة. شكرا جزيلا. صح. إذا كان معنا مستمعينا الدكتور أحمد بوطرفاية رئيس جامعة ورقلة. كان هذا الجزء الأول، المرافقة البيداغوجية. ثانيا المرافقة ما بعد الاختراع. هل كانت هناك مرافقة من طرف الوكالات الوطنية والمعاهد الوطنية؟ أولا راه بلغ السلام تاع الأستاذ أحمد بوطرفاية. نعم. شكرا أستاذ، وسأبقى وفيا يعني لك وللجامعة الجزائرية والجامعة قاسم رباح وللجزائر خاصة يعني. نعم. الشق البيداغوجي، المرافقة البيداغوجية تمت على أكمل وجه. نعم. هي أمنوا بالفكرة تاعك، صنعوا منك مخترع بعد ما كنت طالب. نعم. ما بعد المرافقة البيداغوجية، المرافقة الفعلية للمشروع، هل كانت هناك مرافقة فعلية للمشروع؟ يعني بعد الدعم البيداغوجي
نعم. يعني وتتويجه ب يعني تكريم خاص يعني في يوم العلم، بمثابة تعتبرها تزكية للمشروع. جاءت مرافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي وتنمية التكنولوجيا، اللي هي تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شق البحث العلمي. نعم. جاءت المرافقة وتم إدراجي كباحث، يعني كما راك تشوف لنا ان بروجي دو شيرشور انديبوندون بالتسمية الاختراع. هي هذه هي بعد ما داروا اكسبرتيز. نعم. هاي اللي هنا une expertise positive suite à l'évaluation scientifique et technologique ayant été réalisée par le CTS Comité technologique spécialisé de l'Angleterre. نعم. تم قبول المشروع طبعا على الخصائص. نعم. هذه تم قبول المشروع قبل من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث. تحصلت على الاعتماد من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سنة 2013. نعم. أين هو من التجسيد هذا المشروع؟ يعود إلى نقطة يعني البداية، الانطلاقة تاعي اللي كانت موجهة للمؤسسة الوطنية. نعم. أركز على الوطنية. نعم. سوناتراك اللي هي في الاختصاص تاعي، اللي كنت أنا بدرت بها على بالي باللي لازم المجهودات هذه أكل تضافر. على بالي بلي انا كي ديماريت السوناتراك درت لي دوموند تاعي وانطلقت من عند يعني والي ولايه ورقله. نعم. السيد ناصر معسكري يعني، وكانت يعني دائما المراسلات تاعو موجهه الى وزير الطاقه. نعم. والى المدير العام لمؤسسه سوناتراك، وما حتى المتابعه من بعده، من بعد ما تبدل السيد علي بوقره ثاني واصل يعني المشروع، استحسن الفكره جيدا السيد. نعم. علي بوقره وحطني اون كونتاكت مع مركز الابحاث لسوناتراك. نعم. اذا المشروع هو على ارض الواقع الان. المشروع فوالا تم قبوله. نعم. يعني من طرف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، تم قبوله من طرف وزاره الصناعه. نعم. وتم قبوله مؤخرا من طرف وزاره الطاقه، يعني. نعم. بتبليغ من عند يعني من مركز الابحاث لسوناتراك سيردي. إذا المرافقة ما بعد المرافقة البيداغوجية كانت مرافقة فعالة للمشروع أثمر بتطبيقها على أرض الواقع. بارك الله فيك. وعلى يعني تم تفعيلها يعني مؤخرا، نقولوا مؤخرا باش يعني على بالك وقع الاختراع ممكن لازم ما تحقر حتى موديل. أنا بالنسبة لي هذه كانت تجربة يعني فيها معاملات بزاف. راك تشوف مع التنسيق مع وزارة الصناعة، التنسيق مع الطاقة، مع سوناتراك، مع الجامعة، مع تاع البحث العلمي، يعني ما تحقر حتى موديل، حتى بما بينهم الإعلام. نعم. 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 هو دورنا من خلال منبر كل واحد وتعطي نعرفوا بابتكارات واختراعات الشباب أو الباحثين الجزائريين. بلال، كلمة تقولها للشباب الجزائري المخترع، الشباب اللي في طريق الاختراع، الشباب الباحث، الطلبة الباحثين. يعني والله كلمة نقول لهم ما نكونش يعني نكون في أمر الواقع برك. ما دام يعني التصريحات تاع الحكومة والرئاسة يعني راهم حلوا الابواب مؤخرا، يعني ان الجزائر عندها الحاتميه بتولي. نعم. يعني للباحثين والمخترعين يعني والاعتماد على نفسها. يعني الحكومه لازم دوكا نقول لهم باللي هذه المؤسسه عن طريق المؤسسه تاعها راه فتحت الابواب، يعني مكان هذه الهجره تاع الخارج تقشك وتروح تخرج. عاد يقول له خرج برا تروح. لازم نتفاعلوا مع المؤسسات هذه ولو يعني هي حديثه، احنا ثاني حديثين، ونقوم ان شاء الله نكونوا ننشروا. لخص لهم التجربه تاعك بلال، للطلبه الشباب التجربه تاعك باش ياخذوا مسارك وياخذوا الطريق اللي خديتها نتايا ويلحقوا يكون عندهم اختراع كيما نتايا. يعني في زوج كلمات برك. نعم. من جامعه قصدي مرباح، كلمه قلتها لمدير الجامعه اول مره، قلت له طقس تربح الى بئر مدين. مسمى تاع الاختراع سميته بئر مدين. بئر مدين نعم، باسكو هذه كلمه طقس تربح او يشفى لها مدير الجامعه كي قلت له طقس تربح عجبته هذه الكلمه. قلت له انا راني جيت مثل ما نعرفش صحراء وما نعرفش وذيك وما على باليش كيف جيت هنا. قلت له الحمد لله، قلت له عجبني الاسم طقس تربح، يعني جيت باك جديد، بكالوريا جديده، وجيت الجامعه جديده، وان شاء الله نقصد نربح في العلم. نعم. نعم. ما لا هو في يوم العلم كانت ذكر المناسبه تاع تسميه بحضور السلطات المدنيه والعسكريه اسباب تسميه الجامعه باسم قصدي مرباح اللي هو يعني. نعم. رئيس الاستخبارات الشهيد يعني الاسبق. فكرت انا في ذيك، قلت يجي نهار نسمي الاسم هذا على في نفس السياق،
والحمد لله راه باسم يعني ولو كنية يعني نعم. باسم بن مدين، هو رئيس الاستخبارات يعني الأسبق، الفريق محمد بن أمين مدين المدعو التوفيق. نعم. بلال طالبي عاود ذكرنا ببئر مدين، المشروع هذا المشروع الابتكاري، نعود نذكروا المستمع الكريم بمفاهيم مبسطة، نلحقوا له الرسالة عن هذا المشروع. بئر مدين يعني نبشر الطلبة انه راح نسلمها، يعني هي بيداغوجيه وتقنيه تغنيكم يعني عن الطلبه هذا والباحثين، تغنيهم عن مشقه التنقل الى ابار النفط يعني، وتكون عندهم دي مويا لحساب الخصائص الفيزيائيه للصخره البتروليه هذه، وراح نرفقها نسلمها ان شاء الله في احسن حله بئر مدين، ونرفقها مع كتيبات صغيره لمختلف المواد المدرسه مثل كوليكتي سيباراسيون، لا برودكسيون، ايكيبمون دو برودكسيون، يعني خاصه بالبئر هذه، ماهيش اون جينيرال، خاصه بالبئر مدين. مستمعينا الكريم، كان معنا الطالب الشاب بلال طالبي الذي صار من طالب جامعي إلى مخترع، جاءنا من مدينة برج باريريج. شكرا لك على تلبية الدعوة بلال. شكرا، وأنا دائما يعني في الاستجابة، بارك الله فيكم. بلال صاحب اختراع هو بئر مصغر بيداغوجي لحساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية، تحصل على براءة الاختراع سنة 2013. بلال، كلمة أخيرة توجهها للمستثمرين في هذا المجال. يعني ماذا بنا يعني المؤسسات هذه الوطنية أنها تقوم بتفعيل الأمر هذا يعني في أحسن وجه، يعني ليا والجميع يعني المخترعين وأصحاب الأفكار يعني من نشأتها. نعم، شكرا لك بلال على تلبية الدعوة. إذا مستمعينا، بهذا القدر نصل إلى نهاية حصة ابتكارات لنهار اليوم. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. شكرا للمخرج يانيس. لآرائكم، لانتقاداتكم أو للمشاركة معنا عبر منبر ابتكارات اتصلوا بنا على الرقم 021 23 07 93 021 23 07 93. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. ألقاكم الأسبوع القادم في نفس اليوم والتوقيت. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.